الشيخة لبنى القاسمي الأولى، ولكنها ليست الأخير. حين قالوا لها: هذا المجال ليس لك، تابعت طريقها دون خوف. حين أغلقت الأبواب، هدمت الجدار وصنعت بابها الخاص. حين ساد الصمت، اختارت أن تكون الصوت الأول. وحين كتبت صفحات التاريخ، كتبت اسمها بحروف من ذهب. هذه هي حكاية امرأة غيرت ملامح الحاضر، ورسمت للأجيال القادمة طريق المستقبل. الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي لم تكن مجرد امرأة، بل كانت رمزاً للشجاعة وللبصيرة ولليقين بأن القيادة حق للمرأة أيضاً. في زمن كانت قاعات السلطة تعج بالرجال، دخلت الشيخة لبنى بثقة وهدوء، لا تنافس أحداً، بل لتصنع قدوة. كان العلم سلاحها الأول، والرؤية الواضحة دليلها في كل خطوة. في عالم الاقتصاد والتكنولوجيا والإدارة، سطعت بفكرها المتوازن بين الأصالة والابتكار. بصفتها وزيرة الاقتصاد، دفعت دولة الإمارات إلى مراتب جديدة في التجارة العالمية. وبصفتها وزيرة الدولة للتسامح، أثبتت أن القوة لا تقاس بالقرارات فقط، بل بالتسامح والاحترام والوحدة بين الناس. قالت يوماً: القيادة ليست مسألة رجل أو امرأة، بل مسألة نية ورؤية. كلماتها لا تزال تلهم كل شاب وكل فتاة يحلم بالتغيير. لقد أثبتت أن المرأة ليست الحلقة الأضعف، بل العمود الذي ترتكز عليه الأمة. كانت النور الذي مهد الطريق لجيل كامل من النساء القويات. واليوم، حين نرى نساء الإمارات في مواقع القيادة، نعرف أن وراء كل إنجاز منهن ظل الشيخة لبنى القاسمي حاضر. لم تفتح الأبواب فحسب، بل شقت الدروب، ودروبها لا تعرف الرجوع. الشيخة لبنى القاسمي اسم ورمز وتاريخ. لم تكن قائدة فقط، بل أعادت تعريف القيادة نفسها. كانت الأولى، ولكنها ليست الأخيرة. فمن بعدها أدركت كل ابنة إماراتية أن حين تغلق الأبواب، يصنع الطريق بالإرادة.